أدوبي تسارع الزمن للبقاء في المنافسة. غنمشي نصايب قهوتي ونرجع لكم. مرحبا، أنا أبو جلاس، مصور وصانع أفلام، وهذه أبرز تحديثات أدوبي بريمير برو في سنة 2025. أدوبي مؤخرا من خلال التحديثات التي أجرتها على برنامج أدوبي بريمير برو تحاول البقاء في الصدارة، أو على الأقل في مضمار المنافسة، خصوصا في زمن الذكاء الاصطناعي. في هذا الفيديو سأقترح عليكم أبرز 4 تحديثات في برنامج أدوبي بريمير برو لهذا العام 2025 على الأقل من وجهة نظري طبعا. لكن التحديث الرابع بالنسبة لي سهل الحياة بشكل كبير جدا. التحديث الأول ويعتمد بالأساس على الذكاء الاصطناعي، وهو Generative Extend أو توليد اللقطات. هذه الخاصية تمكنك من إضافة بعض الثواني للقطة معينة أو توليد لقطة أو جعلها أطول. بنا على البرنامج ولنبدأ. إذا نحن في برنامج أدوبي بريمير برو 2025 النسخة الأحدث. طبعا لدينا هذه اللقطة على سبيل المثال فيها حوالي 5 ثواني. سنولد ثواني أخرى لجعل اللقطة أطول. سنذهب إلى هذه الخاصية Generative Extend Tool، سنضعها على آخر اللقطة، ثم سنسحب لإضافة 4 ثواني 3. وكما ترون هو الآن يقوم بتوليد اللقطات لجعل هذه اللقطة أطول مما كانت عليه في الأصل. صورت هذه اللقطة وكانت مدتها الزمنية 5 ثواني فقط، سنجعلها 8 إلى 9 ثواني على سبيل المثال. عملية التوليد تأخذ بعض الوقت، لذا وجب الانتظار إلى غاية الحصول على النتيجة. هل تنتظرون مني في هذا الوقت أن أستغله مثلا وأقول لكم اعملوا سبسكرايب في القناة؟ No, absolutely. كما قلت هذه الخاصية لا يمكن الاعتماد عليها كليا، لكن قد نلجأ إليها في وقت الضرورة. إذا انتهت العملية، لا داعي للانتظار. سنكتشف اللقطة بعد توليد 4-5 ثواني إضافية في هذه اللقطة. واو، اللقطة كانت فيها 5 ثواني أو أقل، باتت لدينا الآن لقطة بأكثر من 7 ثواني كما تلاحظون، وليس هناك يعني أي ظهور لأي نتائج تقول بأننا قمنا بتوليد هذه اللقطات. تبدو اللقطة أصلية كما كانت من قبل. هذا شيء مخيف جدا. مع هذه الخاصية لا تقلق إذا فقدت بعض الثواني في لقطة معينة أو ترغب في جعلها أطول. يمكنك فقط إضافة ما تريد، لكن إياك أن تعتمد عليها وأنت تصور. وأنت في ميدان التصوير صور بشكل صحيح وصور كل ما يلزم. إياك أن تعتمد على توليد اللقطات، إياك أن تكون كسولا. ثانيا Translate Captions، أي ترجمة التعليقات وتحويلها إلى تكست يمكن التحكم به في الفيديو أو الفيلم الذي تقوم بإعداده. قرب نوريك، قرب. إذا نذهب إلى البرنامج. لدينا هذه اللقطة هنا. سنستخرج ما قيل في هذا الفيديو ونحوله إلى تكست. الفيديو لغته الأصل هي الفرنسية، وسنقوم بعد ذلك بترجمة هذا التكست إلى لغة أخرى وهي الإنجليزية. نقوم أولا باستخراج اللغة الأصل وهي الفرنسية. سنذهب إلى هنا Create Captions from Transcript. نطلب منه استخراج
الكلام الذي قيل ويحوله لنا إلى تكست، وبعد ذلك نقوم بترجمته. هو في الأصل أنا سبق وفتحت هذا الملف، لكن إذا فتحته للمرة الأولى سيعطيك قائمة لتختار لغة الفيديو. هو في هذه الحالة سيقوم باختيار اللغة من تلقائه، سيكتشفها ثم يحول الكلام إلى text. create captions. رأيتم؟ استخرج ما قيل في الفيديو إلى تكست على الفيديو بنفس اللغة. الآن سنقوم بترجمة هذا التكست إلى لغة أخرى، وهي لغة مغايرة للغة الفيديو الأصل. سنقوم بترجمته إلى اللغة الإنجليزية. سنذهب إلى هذه القائمة، سنجد أن اللغة الأصل أو لغة الفيديو هي الفرنسية source language، وهدفنا أو اللغة التي نريد أن نترجم إليها الفيديو هي الإنجليزية. هناك لغات أخرى إذا رغبتم في الترجمة من اللغة الفرنسية التي هي اللغة الأصل إلى لغات أخرى كالألمانية أو الإيطالية أو اللغات الموجودة في البرنامج. المؤسف والمحزن أنه ليس هناك اللغة العربية إلى حد الآن. سنقوم بضغط Translate أي ترجمة. سيقوم بإنشاء ملف ثان فيه ترجمة كل ما قيل من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية. رأيتم ملفين هنا. سنقوم بإلغاء هذا الملف الأصلي، ملف اللغة الفرنسية، وسنجد أن الفيديو تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بكبسة زر واحدة. هذه الخاصية ستسهل الحياة بشكل كبير فيما يخص الترجمة، وقد تكون بداية الطريق للاستغناء عن مترجمي الأفلام. هذه الميزة طبعا فيها الكثير والعديد من اللغات، لكن المؤسف والمحزن لا توجد هناك اللغة العربية، وهذا مؤسف ومؤلم. ثالثا ميديا انتليجنس. هذه الخاصية قد توفر عليك أيضا الكثير من الوقت، إذ يمكنك البحث من خلالها على لقطات معينة وسط المشروع، خصوصا عندما يكون المشروع فيه لقطات كثيرة جدا وأنت ترغب في الوصول إلى لقطة معينة. ما عليك سوى أن تكتب له ما تريد ويعطيك اللقطات في آن واحد. تعال قال لك كيف؟ تعال عمرك، تعال وياي. كما ذكرت هذه الخاصية تساعد في أن تجد مقاطع فيديو معينة وسط الكثير من الملفات في مشروعك بكبسة زر أو من خلال ثواني معدودة فقط. سأذهب إلى هذه الأيقونة هنا Search Panel، سأضغط عليها، افتح لي هذه النافذة. سأبحث مثلا في مشروعي هذا. هناك أشخاص كانوا يلبسون الأسود، سأكتب person with black suits. رأيتم بمجرد لم أكمل حتى الجملة هنا وجد لي كل الأشخاص الذين يرتدون الأسود هنا في هذه اللقطات في هذا المشروع. قس على ذلك، ابحث على لقطات طبخ في برنامجك، لقطات الخارج، لقطات الغروب، اكتب له فقط ماذا تريد، سيجد لك كل ما كتبت في كبسة زر واحدة أو في برهة واحدة أو في لحظة برق شمس رعد، سميها ما شئت. المهم أن هذه الأشياء تسير إلى الجنون. هل تستوعبون ذلك؟ رابعا، وهذه الخاصية التي أعجبتني كثيرا، Color Management، والإضافة والتحديث الذي تم في هذه النقطة، تعديل الألوان. تعديل وتصحيح الألوان color correction والcolor grading كان دوما واحدة من المراحل الصعبة والدقيقة في صناعة الأفلام. Adobe Premiere Pro في التحديثات الأخيرة سهلت هذه النقطة بشكل كبير، إذ يمكنك أن تطبق بكبسة زر واحدة كل ما قمت به من تعديل الألوان على اللقطة السابقة على كل اللقطات، بل الأكثر من ذلك يمكنك الاستعانة بلقطات
من الأفلام وتطبيق الألوان التي فيها على لقطاتك أنت. عجيب جدا، ها؟ هوب بينا تاني على البرنامج. طيب، عندما نفتح الألوان سنذهب إلى هنا Color Wheels and Match. هذه النافذة على فكرة كانت قبل التحديث كان فيها Color Wheels فقط. سنكتشف ما هي الخاصية التي تمت إضافتها إلى هذا المكان، الضغطة السحرية إن صح التعبير. عندما فتحنا هذه الخاصية رأيتم أنه في الشاشة تم تقسيمها إلى قسمين. هذه اللقطة هنا على اليسار قمت بالفعل فيما قبل في تطبيق أو تعديل الألوان عليها، أما اللقطة الثانية لم يتم العمل عليها فيما يخص الألوان، ولم يتم تطبيق أي تعديل ألوان عليها. الآن الذي سنفعله بكبسة زر واحدة فقط هو أننا سنحول ستايل الألوان أو تعديل الألوان في هذه اللقطة بكبسة زر واحدة فقط إلى هذه اللقطة. سنضغط هنا على Apply Match، وبكبسة زر واحدة فقط قمنا بتطبيق تعديل الألوان الذي في هذه اللقطة على هذه اللقطة بسرعة البرق. تكنولوجيا This is تكنولوجيا. هكذا يمكنكم أن توفروا الكثير من الوقت، خصوصا في مرحلة تعديل الألوان، خصوصا إذا كانت اللقطات مشابهة. فقط تعمل Comparison View و Apply Match وتنتقل بضغطة زر واحدة الألوان التي قمت بالعمل عليها في اللقطة السابقة إلى اللقطة التي تليها أو اللقطات الأخرى. شيء رهيب. تبقى هذه كلها مميزات جديدة وجميلة في أدوبي بريمير برو للنسخة الجديدة قد تساعدك بشكل كبير، لكن الأهم من ذلك أن تعرف كيف تستغل وتستخدم كل هذه الأدوات. اقترحوا علينا ما ترغبون في الحديث عنه في عالم التصوير وصناعة الأفلام. أنا سأعود لأكمل ما بدأت. هوب بينا تاني على البرنامج.